ولد صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود في حائل سنة 1348 هجرية. والده هو الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، وهو ابن عم الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، حيث كان من القادة المرافقين له في المعارك التي خاضها لفتح الرياض سنة 1319 هجرية، وفي مرحلة تأسيس المملكة. وأخوه هو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران. حين كان عمره يرحمه الله 18 عاما تم تعيينه أميرا لمنطقة القصيم، وكان ذلك في عام 1366 هجرية، حيث استمرت إمارته فيها 10 سنوات، ثم انتقل بعد ذلك ليصبح أميرا على منطقة الحدود الشمالية، وكان ذلك في عام 1376 هجرية. وقد كان رحمه الله متواضعا ومتفاني، يحب عمله ويعشق أهالي منطقته، فقد كان مكتبه مفتوحا لجميع المواطنين، حيث اشتهر بمقولته الدائمة لكل مواطن يفتح بابه: مكتبي مثل الدكان لا يغلق إلا وقت الصلاة، ولا يحجب عنه أي مواطن أو مقيم. وكان يرحمه الله معطاء لأبعد الحدود، حيث شهدت منطقة الحدود الشمالية في فترة توليه زمام الإمارة فيها العديد من التطور والازدهار في جميع النواحي. يأتي جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد في عرعر كأحد الجوامع الكبرى في المملكة، حيث يتسع لأكثر من 10,000 مصل. ويأتي هذا الجامع بطابعه الإسلامي الذي يحكي الحضارة الإسلامية في العمارة، والخاصة بالجوامع في شتى بقاع العالم الإسلامي. افتتح صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد في مدينة عرعر، الذي تمت فيه إعادة بنائه وتجهيزه من جديد. وقد أدى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية صلاة الجمعة مع جموع المصلين في الجامع الذي يتسع ل5,000 مصلي. صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله ورعاه، معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر العمر، أصحاب الفضيلة والسعادة، جامعة الحدود الشمالية في هذا اليوم تزف عرسانها فرحا وابتهاجا بهم وتقدمة لهم أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد حظي التعليم في بلادنا بعناية خاصة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني. وما نشاهده هذا اليوم من تشريف سموكم الكريم ومشاركة أبنائكم في هذا المحفل، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية لهذا العام 1434 للهجرة، إلا خير دليل على دعمكم يا صاحب السمو ومتابعتكم في هذا الجزء الغالي من وطننا المعطاء، وأنتم رائد التربية والتعليم فيه. قام صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية بجولة تفقدية
لعدد من المواقع التي تضررت من جراء السيول التي اجتاحت عدد من مدن منطقة الحدود الشمالية، وذهب ضحيتها 5 أشخاص وعدد كبير من قطعان الماشية، وتضرر عدد من الناقلات والعربات على الطريق الدولي. وقد استهل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الجولة بزيارة لسد وادي بدنة، والذي امتلأ بالكامل من المياه. رعى صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم حفل توقيع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة التعدين العربية السعودية معادن وشركائها من الجهات الحكومية والشركات الكبرى العقود الإنشائية ومبادرات التنمية المحلية في مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال. وشهد الحفل توقيع عدد من العقود الإنشائية لمشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال لشركة معادن والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة للموانئ والشركة السعودية للخطوط الحديدية وشركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات السعودية والأجنبية. كما وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والكهرباء ممثلة بشركة المياه الوطنية للعمل على دراسة إمكانية تطوير ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الشمالية لتوفير مياه التبريد والمياه الصناعية. كلنا نشهد على انك حي بفعالك رحلت، كلنا نبكي ترانا إيه رب الكون نحبك حب ما له حد، رحلت ما بقى فينا سوى أجمل عطياتك، رحلت كلنا نشهد على انك حي بفعالك. دشن صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عدد من المشروعات البلدية الجديدة التي تجاوزت مليار ريال، وذلك في الحفل الذي نظمته أمانة منطقة الحدود الشمالية. واستمر في إمارته عليها إلى أن وافته المنية عام 1436 هجرية. عقب صلاة العشاء اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية رحمه الله. أكساك الحزن أم أتيتك من الحزن مكتسيا؟ أكان فقدك أم أتيتك فاقدا؟ أتعزينني أم آتيك معزيا؟ حزينة يا مدينتي فلقد رحلت نصف حروفك، رحلت شمسك غربا ولن نرقبها شرقا، رحلت ولن تعود ولكن سنرثيك حيث غروبك، وسنشرق عليك دعواتنا بالرحمة والغفران. كانت ابتسامتنا من شفاهك، كانت سعادتنا من أحزانك، كانت راحتنا من عنائك. نكتب لك وفاء لأنك الوفي، وتدمع عيوننا بكاء لأنك الفقيد. كنت لنا أبا حين يرحل الأب، وكنت لنا أخا حين يرحل الأخ. كنت أميرا ورحلت أميرا وستبقى أميرا. محبتك جعلتنا متفقين على حزن فراقك، وجنازتك جعلتنا صفا على قبرك. رحلت وسنرتل لك أصدق الدعوات وأجلها. وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المنية ما دهاك،
يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. إنه الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، أحد رجالها الأمراء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن. برحيله رحمه الله عن عمر يناهز 88 عاما تكون صفحة قد طويت، وهي تكتظ بالعدل وحب الناس، وفتحت صفحات ناصعة من الذكريات التي ستبقى يتداولها الناس على مر الزمان. وبعد وفاته قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بتعيين ابنه الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود خلفا لوالده رحمه الله، وجعله الله خير خلف لخير سلف، وجعله الله خيرا للإسلام والمسلمين، ووفقه وسدد على طريق الخير خطاه.